السلام عليكم. النهارده هنعمل كيكه البرتقال مع صوص البرتقال، الكيكه الفظيعه ديت اللي هتقلب ريحه البيت كده. والشتا بقى اكتر حاجه فيها طبعا البرتقال، بس هقول لكم ازاي تطلعوا الكيكه تكون ناعمه كده زي ما انتم شايفين، ويكون ارتفاعها عالي ويكون كده لونها خطير. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنحضر 4 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، كوبايه من السكر وكيس من الفانيليا، والاحسن من كده كمان هي بتتعمل في الخلاط، يعني اقتصاديه وسهله وسريعه، وكمان كيكه ناجحه جدا. هنضرب بقى البيض لحد لما لونه يفتح ويعمل كده زي فوم او القوام بتاعه يتقل. نبدا بقى نضيف بقيه المكونات. هنضيف كوبايه صغيره من الزيت، والزيت نختار يعني يكون جودته كويسه عشان ما يغيرش طعم الكيكه. هنضرب شويه، بعد كده هنبدا نجيب بقيه المكونات التانية. هنحضر معلقتين كبار من بشر البرتقال، ونبشر اللي هو الجزء الاصفر بس من البرتقال، ونسيب الجزء الابيض لان دوت بيمرر الكيكه. وهكون محضرين عصير برتقال وهنصفيه، عصير برتقال طبعا فريش. والمكون بقى اللي هيخلي الكيكه لونها حلو جدا التانك، هنحط معلقه كبيره من التانك، بيخلي لونها حلو جدا وكمان بيديها كده طعم رهيب بجد يعني. بس كده الخليط جاهز معانا. هنبدأ بقى نجيب كده اي حاجة عميقة نحط فيها الخليط، وكوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين صغيرين مش كبيرة. لو كوبايات حجمها كبيرة يبقى كوبايتين بس من الدقيق، وربع كوباية من النشا، وكيس من البيكنج باودر، وكمان معلقة من الخل يا جماعة محسن طبيعي للكيك، قلنا في فيديوهات كتير جدا. بصوا بقى الكيكة قبل ما تدخل الفرن او اي حاجة، بصوا باينة اللي هي هايشة، لونها حلو جدا. هنجيب بقى اي قالب كده كيك هنغلفه. انا عايزه الفتحه اللي في النص دي تكون موجوده، فانا حطيت كوبايه غلفتها بورق الزبده وحطيتها في النص، ودخلتها على الفرن على درجه حراره 180. هنسيبها 40 دقيقه. شوف بقى الصوص الحلو احنا عملنا هنعمله دوت: كوبايه برتقال، معلقه تانك، معلقه نشا، وربع كوبايه من السكر. هنقلب بقى كده على النار لحد لما القوام بتاعه يتقل، مش عايزينه تقيل قوي يعني، قوامه يتقل حاجه بسيطه، لان لما بيبرد قوامه بيتقل اكتر. كده جاهز معانا، ونفضيه بقى في اي حاجه عشان يبرد. هنشوف بقى الكيكه كده لما طلع يبقى شكلها عامل ازاي. بصوا بقى يا جماعه لونها خطير، لونها حلو جدا بجد، خطيره. بصوا الكوبايه اتشالت بكل سهوله. انا حبيت اعمل الحركه دي عشان اللي ما عندهوش صينيه، يكون الجزء اللي موجود العمود اللي هو موجود في نص الصينيه ده لو مش موجود، ممكن نجيب اي كوبايه ونغلفه بورق زبده ونحطها في النص تدينا الشكل الخطير دوت. بس كده جهزت معانا. بص بقى نحط عليها الصوص. الصوص ده بيكون مزز شويه، يعني انتوا ما بتحبوش الحاجه مززه ما تحطوش كميه كبيره. لا انا افتريت يعني، انا حطيت كميه كبيره جدا فكانت الكيكه مززه جدا. فاللي ما بيحبش الحاجه يكون فيها المزازه عاليه ما تحطوش الصوص كله، حطوا كميه قليله، وممكن شويه بشر كده برتقال. بجد مش قادره اقول لكم قد ايه هي خطيره، عاليه جدا، المكونات مظبوطه قوي، من جوه ناعمه يعني. بصوا هتشوفوها كده وانا بقطعها من جوه، بجد رهيبه 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 يعني. لو جالكوا كده ضيوف وقدمتوها بالشكل دوت بتكون حاجه كده طعمها حلو جدا. بصوا قد ايه اسفنجيه، قد ايه ناعمه. جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. ولو مش عاملين متابعه على الفيديو على صفحتي على الفيسبوك اعملوا متابعه، ولو مش عندي على اليوتيوب، لو بتشوفوني على اليوتيوب اعملوا لي اشتراك على قناتي على اليوتيوب. واشوفكم على خير، بالهنا والشفا، باي باي.